والصلاة والسلام على رسول الله. حبيباتي غالياتي، اليوم عندنا وصفة سباغيتي. حبيت نشارك معكم الطريقة ديالو. أنا في مقلاة حطيت 5 ملاعق تاع زيت سخنوا مليح. من بعد حطيت عليهم حبة صغيرة تاع بصل قطعتها رقيقة، تحبي ترابيها أو تقطعيها رقيقة. وكذلك ربيت عليها نص حبة تاع جزر بالرقيق كامل كما راكم تشوفوا. ووضعت فلفل كحل وملح. هنا كذلك راح نزيدو نوضعو عليها معجون الفلفل الحلو الاحمر. هنا عندي حوالي 3 ملاعق، يعني يزيد يعطينا البنه. وكذلك اللون، انا ما استعملش الفلفل العكري. نخليو الكل يتقلى جيدا حتى يمتزجوا هذوك النكهات. نعاودو نرجعو ليها. نزيدو نوضعو ملعقه تاع معجون طماطم، حوالي ملعقه كبيره. نقليو الكل جيدا. كذلك وضعت فصين تاع توم قبل ما ننسى. ومن جهه ثانيه البنات عندنا السباغيتي ديالنا راه يغلي. نخلوها تقلى في غرفها، من بعد نعاودو نرجعو ليها. البنات المقله تاعنا نشوفوا لحقت من هاد المرحله البنات نخليو شويه نضيفو زوج رقات تاع رند وكذلك زعتره. نخليوها تقلى جيدا معاهم. نعرفوا ان الزعتره والرند يتماشوا بزاف مع العجائن. نخليوها تكمل تطيبها. في هذه المرحله نجيو نمرقو بعد ما تقلات كامل الخضره ديالنا. نمرقو بحوالي 2 كيسان تاع الماء، بما انه السباغيتي ديالنا كان طايب. طيبتو بصح بقى شويه حاكم روحو، يعني ما طيبش حتى خلاص. تخليه شويه حاكم روحو نوعا ما باش يكمل الطياب ديالو داخل المقله تاعنا. نخليو المرق يغلي شويه، من بعد نضيفو هذاك سباغيتي. رجعنا البنات للمقله تاعنا بعد ما كان هذاك المرق تاعنا غلا. نوضعوا الان سباغيتي اللي كنا طيبينهم قبل. كما قلت لكم طيبته، لكن ماشي يعني طياب حتى كما يقولوا حتى تنهرى، يعني يبقى شويه حاكم روحو باش يكمل طياب في المقله ديالنا. دونك هنا في هذه المرحله نحاولوا ندخلوا كامل هذيك المكونات داك سباغيتي ديالنا ونخليوه يغلي غليتين او 3، من بعد يكون جاهز. كما راكم تشوفوا طريقته سهله وبسيطه. وهذيك الجزر اللي درناها في الاول راح تعطيه بنه وتعطيه يعني حلاوه. ما فيه لحوم، يعني ما فيه حتى حاجه. كما راكم تشوفوا كلش بسيط، لكن نتيجته تجي رائعه. نخليه الكل كمل يمتزج بعضه، من بعد نشوفوه جاهز. نجيو نسقيو السباغيتي ديالنا بعد ما وجدناه. حتى الوقت ما راحش ياخذ لكم بالخف. ليه تكوني وجدتيه 5 دقائق وراه واجد، يعني بس ما تحمس لك هذيك الخضره فقط وطيب هذيك الطماطم يكون الطبق تاعك واجد. ممكن كذلك اخواتي في مرحله كي تكوني تقلي في ديك الخضره تضيفي كذلك فلفل حار غبره او كما حبيتي، ولا هريسه. انا هنا ما ضفتش، ما يحبوهاش، قلت لك الاختيار. وهذيك الجزر اختي ما راحش كامل تبان، راح تذوب مع هذاك البصل وكامل المكونات. هنا نزينو فقط بشويه تاع معدنوس، يعني باش نكسروا هذاك اللون فقط. هكذا نكون وجدنا الطبق تاعنا.
هذا هو البنات، شوفوا. ما بقى لي غير نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.